بقعة بيضة فوق جفن العين. اول ما تظهر لاي حد دايما بيسأل هو ده ممكن يكون المرض الوحش اللي ما يتسماش اللي بيقولوا عليه ده استغفر الله العظيم؟ وبسبب الخوف ده بتتأخروا في التوجه للطبيب وعلاج المشكلة. النهاردة هحكي لكم قصة اسماء اللي مامتها كانت خايفة من البهاء. اهلا بيكم، انا دكتور ايمن، والنهارده هنتكلم عن حاله مميزه جدا لان هي عملت عكس ما كل الناس بتعمل. بدل ما تقعد في خوف وتردد ورعب لشهور طويله مش هتفيد بنتها في حاجه غير ان المرض يزيد او ينتشر، توجهت للدكتور بعد ظهور المرض ب4 أو 5 ايام. مين هي اسماء وايه قصه مامتها اللي خايفه من البهاء؟ اسماء بنت صغيره عندها 12 سنه، ظهر لها بقعه بيضه فوق حاجب عينيها اليمين. مامتها بعد ما لاحظت ظهور البقعه البيضه دي اتخضت وخافت، لان طبعا البقعه البيضه مرتبطه في ذهن اي حد بالمرض الوحش اللي ما بنقولش اسمه كانه لورد فولدمورت من هاري بوتر. والحقيقه ان الحاجه اللي بنخاف من اسمها بنديها قوه اكبر من حجمها. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. فهنا بحب اناشد الناس ان اي بقعه بيضه ممكن تكون بهاء وممكن تكون حاجه تانية، ما فيهاش مشكله لو قلنا الاسم ده، لو قلنا هي دي بهاء يا دكتور. مش لازم نقول هو ده المرض الوحش. افرضي طلع المرض الوحش وانتي قلتي كده قدام بنتك، خلاص عرفت وهتفضل متخزن في عقلها الباطن طول عمرها ان هي عندها المرض الوحش. مامة اسماء كانت عكس كل اللي احنا قلناه ده. اي نعم كانت خايفه ومرعوبه لا يطلع المرض الوحش، ولكن جابت اسماء بعد 4 ايام بس من ظهور المرض للدكتور ايمن عادل، اعظم دكتور جلديه في مصر والوطن العربي. ده من وجهه نظرها هي اللي قالت كده، لان هي كانت نشيطه وايجابيه في تصرفاتها. اول ما ظهرت البقعه البيضاء دخلت على طول على اليوتيوب وكتبت علاج البهاء، فطلع لها فيديوهات الدكتور ايمن، وبناء على اللي شافته في الفيديوهات قررت ان هي تيجي وتكشف عندي في اسرع وقت ممكن. اول ما دخلت عليا العياده رحبت بيهم، استقبلتهم احسن استقبال، اتكلمت معاهم وحكيت لي القصه اللي انا لسه حكيها لكم دي، ان البقعه ظهرت من 4 ايام. قلت لها ما بديهاش، لازم نمسك العدسه ونفحص كويس ونبص على البقعه البيضاء، بالاضافه ان احنا لازم نفحص البقعه البيضاء بجهاز اسمه وودز لايت او مصباح وودز، وده جهاز معين بيستخدم في تشخيص بعض الامراض الجلديه واهمها هي البقع البيضاء. بيعرفنا ايه التشخيص اذا كان فعلا بهاء او مجرد ضعف في الصبغه او تينيا ملونه. كل حاجه من الحاجات دي بتنور بلون مختلف تحت اضاءه هذا الجهاز، والجهاز ده لازم يستخدم في ظلام دامس، يعني الاوضه تكون متطفيه كل الانوار اللي فيها ومفيش اي ضوء شمس داخلها. بيستخدم في تشخيص بعض الامراض الاخرى، واتكلمت عنه بالتفصيل في فيديو لغز البقعه البيضاء ومصباح وودز السحري، هسيبه لكم هنا اهو. والحقيقه لما فحصنا اسماء بالجهاز اتضح ان هو فعلا بهاء. وهنا اغلبيه دكاتره الجلديه بيواجهوا تحدي عارفينه كويس جدا. لما مريض البهاء يجي لك لاول مره تصارحه وتقول له ان هو ده بهاء علما بان ده هيأثر على نفسيته بالسلب، ولا تخبي عليه وتقول له اي حاجه تانية، وكده تبقى حافظت على نفسيه المريض من التوتر والرعب من المرض الوحش اللي ما يتسماش. انا اخترت ان انا امشي مع المدرسه الاولانيه لان انا شفت قدامي شخص واعي وعاقل في اسماء، وفي نفس الوقت شفت بنت مليئه بالنشاط والحيويه والايجابيه، مش محتاج ان انا اخبي عليها حاجه، ومحتاج ان انا اخدها في صفي في الحرب ضد هذا المرض. فالحقيقه قلت لهم ان التشخيص هو بهاء بدون شك، وان الموضوع بسيط ولسه في اوله، ودي كانت حقيقه، وان الاطفال تحديدا بيتحسنوا احسن واسرع من الكبار لان جسمهم قابل للتغيير. بس اهم حاجه ان احنا نبقى عارفين ان البهاء ده مش مرض معدي، ده مرض مناعي الجسم هو اللي بيسببه، فبالتالي لازم بعد ما نعالجه نمشي على وقايه بشكل او باخر علشان ما يرجعش ينشط تاني، ولو رجع نشط تاني نلحقه في اوله زي ما انتوا عملتوا دلوقتي بالظبط علشان نفضل مسيطرين على المرض. ولو عايزين تعرفوا اكتر عن مرض البهاء واسبابه وعلاجه اتفرجوا على الفيديو ده بعد ما تخلصوا الفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه دلوقتي. الحقيقه بعد 10 دقائق كده من الشرح والكلام مع اسماء ومامتها قدروا ان هم يتقبلوا الموضوع بشكل جميل جدا، وبشرتهم بالخبر السعيد ان في تطورات حديثه جدا في علاج البهاء حاليا بقت موجوده في مصر، زي توفر العلاج البيولوجي الموضعي اللي ظهر في امريكا من سنتين باسم اوبزولارا، موجود في مصر دلوقتي باسمه روكسوتوب، وعملت فيديو عنه بالتفصيل هسيبه لكم هنا اهو، وزي الاكزايمر ليزر اللي بقى متوفر وموجود في عيادات كتير في مصر، وتكلفته جوه مصر تعتبر لا شيء بالنسبه
بالنسبه لبره مصر. على سبيل المثال احد الحالات اللي كانت بتتابع معايا من انجلترا اكتشفت ان هو محطوط على قائمه انتظار بقاله 6 شهور علشان يعمل جلسات اشعه فوق بنفسجيه عاديه مش حتى اكزايمر، وده في انجلترا. الجلسات دي موجوده عندنا في مصر عادي في المستشفى الميري وفي المستشفيات الحكوميه، وبتتعمل تقريبا ببلاش او باجر رمزي جدا. واجهزه الاكزايمر ليزر موجوده في العيادات الخاصه، وفي ناس كتير بتعملها بسعر قليل مش غالي. حطيت لاسماء خطه العلاج المناسبه واتفقنا على جلسات مرتين في الاسبوع، والحقيقه ان في خلال 3 شهور كانت حالتها اتحسنت بنسبه 100%. وهحط لكم صور هنا قبل وبعد لحاله اسماء. انا دلوقتي بكلمكم بعد تقريبا سنه من تمام شفاء اسماء من البهاء، وهي ماشيه على العلاج الوقائي مرتين في الاسبوع والنظام الغذائي الصحي، وبنحاول ان احنا نتفادى اي ضغط نفسي وعصبي لان ده من الحاجات اللي ممكن تزود نشاط البهاء. ولحد دلوقتي ما جاتليش العياده من سنه، وانا بعتبر ان دي حاجه كويسه لان نو نيوز is good news. لو مفيش اخبار معنى كده ان المريض خف. الدرس المستفاد من هذه القصه مش ان انا اتفه من مرض البهاء ولا ان انا اخوفك منه. الغرض ان احنا نعرف ان اختيار المرض مش بايدينا، ولكن اختيار علاج المرض بايدينا. الخوف مش بايدينا، ولكن الخوف بيخلينا نتصرف ازاي ده بايدينا. لو الخوف خلاك تتحرك وتروح للدكتور علشان تشخص وتعالج بدري هتوصل لنتائج هايله، ولكن لو خليت الخوف يشيل ويخوفك انك تروح للدكتور عشان ما تسمعش الكلمة اللي انت بتحاول تتفاداها، ممكن ده يكون اسوأ حاجة عملتيها او عملتها في حق طفلك او قريبك او اخوك او نفسك، وسمحت للمرض ان هو ينتشر، وعلاجه بعد كده هيبقى مكلف اكتر وهياخد وقت اكتر وهيبقى اصعب مما لو كنا عالجناه في بدايته. هسيب لكم هنا فيديو بعتبره موسوعة عن مرض البهاء، اتمنى نتفرج عليه ونستفيد منه، واتمنى نشترك على القناة عشان نستفيد بالفيديوهات اللي جاية أول بأول. أنا دكتور أيمن، وأتمنى دايما أشوفكم على خير.